expecting increased aquatic activity. We've got company. You can make it! Hit Lord! 3 massive megs and who knows what else. Go, go, go! I was also thinking. اهلا بالعفاريت وفيلم جديد من عفريت افلام جاهز التسالي وتعالالي. بيبدأ فيلمنا كده من 65 مليون سنة تقريبا، وقتها الديناصورات كانت بتاكل الكائنات الأصغر منها، عشان ده مبدأ الغابة، الكبير بياكل الصغير. ولما بيتجمع شوية ديناصورات على حوت ميت على الشاطئ عشان ياكلوه، بيهجم عليهم ديناصور كبير أوي وبياكل الحوت لوحده ومش بيديهم فرصة ياكلوا منه أي حاجة، وبتهرب الديناصورات الصغيرة على البحر، لكن بترجع تاني بأسرع مما هربوا، وده عشان خايفين من كائن اسمه الميجالدون. ده كائن خطير ومميت لدرجة إنه بياكل الديناصور الكبير وبيسحبه معاه جوه المية، وكل ده بيحصل بسرعة مخيفة جدا. أما الشخص ده اسمه جوناس، وفي إيده كاميرا بيصور بيها على ظهر السفينة المشبوهة واللي بتنقل نفايات مسمومة في المحيط قرب الفلبين، وبيصور العمال عشان يثبت عليهم الجريمة، وبيدخل كمان المكتب بتاع قائد السفينة وبيصور كل الأوراق اللي تثبت إنهم بينقلوا نفايات مسمومة مضرة بالبيئة. لكن هو بيصور الأوراق دي بيكون في بغبغان جوه المكتب، فضيحة جدا، بيصرخ وبينادي على كل العمال اللي موجودين على ظهر السفينة عشان يبلغ عن جوناس. وبتحصل معركة قوية ما بين جوناس وما بين عمال السفينة كلهم، وبيحاولوا انهم يوصلوا له ويموتوه، لكن هو بيكون اذكى منهم وبينجح في المطاردة اللي بتكون ما بينهم وما بينه على ظهر السفينة. لكن في النهاية بيحاصروه عشان يموتوه. لما بيلاقي ان هي خلصت على كده بيرمي نفسه في البحر، فبيفتكروا ان هو مات، لكن بتيجي طيارة هليكوبتر وبتكون عارفة مكانه وبتنقذهم.